السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة بإذن الله احنا هنكمل الجزء الثاني لشرح درسنا الدولة العباسية. طبعا انتوا فاكرين في الجزء الأول احنا اتكلمنا على قيام الدولة العباسية واتكلمنا على 2 بس من أشهر خلفاء الدولة العباسية، هو أبو العباس وأبو جعفر المنصور. طيب بعد وفاة أبو جعفر المنصور تولى الخلافة من بعده ابنه المهدي، واللي فضل في الخلافة من 158 هجرية إلى 169 هجرية. المهدي ده سنة تانية جعل ولاية العهد من بعده لولدينه هو موسى الهادي وهارون الرشيد. موسى الهادي ده تولى الخلافة لمدة عام واحد بس، وإنما هارون الرشيد فهو ده اللي هنبدأ بيه درسنا النهاردة. هارون الرشيد بالنسبة لخلافته فهو تولى الخلافة من عام 170 هجرية إلى عام 193 هجرية. طيب ايه اللي بيميز الخليفة او خلافة هارون الرشيد؟ وايه طبعا اللي بيميزه عن باقي 37 خليفة واحنا نختاره من ضمن الخلفاء اللي احنا ندرسهم او اللي بنعتبرهم من اشهر الخلفاء اللي موجودين في الدولة العباسية؟ ده طبعا لان اعماله اللي قام بيها في عهده طبعا كانت مميزة. زي ايه؟ حصل اتساع في رقعة الدولة الإسلامية، يعني كان في فتوحات إسلامية بتتم في عهد هارون الرشيد، زائد ان مساحة الدولة الإسلامية بالتالي بتزيد، زائد ان كمان من اهم اللي بيميز عهد هارون الرشيد ان كان في ازدهار في كل مجالات الاقتصاد. يعني ايه؟ يعني كان في ازدهار في الزراعة والصناعة وكمان التجارة، زائد انه هو كان كده ممكن نطلق عليه كده الخليفة النزيه. يعني ايه؟ يعني كان بيهتم بتشييد القصور والحدائق وكمان الاسواق، زائد ان كمان كان في ازدهار في العلم، وان هو كان بيحبب ان هو يقرب العلماء اليه. فدي اهم ما يميز خلافة هارون الرشيد. بالنسبة لهارون الرشيد هو عهد الخلافة من بعده، يعني قبل وفاته عهد الخلافة ان هي تكون من بعده لابنه الامين اللي تولى الخلافة من 193 هجرية ل 198، واللي استمرت في خلافته كده قرابة 5 سنوات. ثم من بعده طبعا الخليفة المأمون، واللي طبعا نتكلم عنه وان هو نسبه بيرجع الى عبد الله ابن هارون الرشيد. بالنسبة لخلافته فهو تولى الخلافة من 198 هجرية الى عام 218 هجرية. اهم حاجة بتميز خلافة المأمون يا سنة تانية ان هو كان مهتم جدا بالعلم والعلماء. ليه؟ وايه الدليل على ده؟ حيث انه شجع حركة الترجمة، انه هو يشجع ان كل المهتمين بالعلم ان هم يترجموا الحضارات الاخرى الى اللغة العربية، زائد ان هو قضى على كل الثورات والفتن الاسلامية. خليفة المعتصم، وده الخليفة اللي بعد طبعا الخليفة المأمون، لانه طبعا تولى الخلافة من عام 218 هجرية الى عام 227. بالنسبة لاسمه أو نسبه فهو محمد ابن هارون الرشيد. بالنسبة لأهم حاجة بتميز الخليفة المعتصم يا سنة تانية إن هو كان مهتم جدا بالجيش. طيب ايه السبب؟ ايه السبب اللي بيرجع الى اهتمام الخليفة المعتصم ان هو يهتم باول حاجة الجيش؟ ليه؟ ده لان كان في عهده طبعا في ثورات كتيرة قائمة، زائد ان كان طبعا مضطر ان هو يحارب الروم، وبالفعل انتصر عليهم وفتح عمورية. فبالنسبة لطبعا هنا بما تفسر اهتمام الخليفة المعتصم بالجيش، ده طبعا من اجل القضاء على الثورات التي نشبت في عهده. واللي بيميز طبعا العهد الخليفة المعتصم ان هو حارب الروم وانتصر عليهم وفتح عمورية. طب بالنسبة كمان ان هو اهتم بالبناء والتشييد، فشيد وبنى مدينة سامراء. هنا عندي سؤال: كانت الثورات سببا رئيسيا للاهتمام بالجيش في عهد الخليفة المعتصم المأمون أبي العباس أبو جعفر المنصور، طبعا هو الخليفة المعتصم. تاني كمان ترتب على مواجهة الخليفة العباسي المعتصم لدولة الروم. ترتب على ده ايه؟ يعني ايه مواجهة الروم؟ يعني حارب الروم. طيب ايه اللي ترتب عليه؟ ان هو سيطر على مدينة عمورية، ولا اخضاع الروم لحكمه، ولا سقوط الدولة العباسية، ولا مقتل الخليفة العباسي؟
برافو يا سنة تانية، طبعا السيطرة على مدينة عمورية. وزي ما تعودنا ان زي ما حصل في الدولة الأموية تعرضت للضعف والانهيار، وبالتالي سقطت كمان الدولة العباسية في عهدها الأخير أو في العصر العباسي الثاني، اللي احنا طبعا على حسب تقسيم المؤرخين للدولة العباسية فللأسف تعرضت للضعف والسقوط. فهنا بما تفسر تعرضت الدولة العباسية للضعف والسقوط، يا ترى ليه؟ ده طبعا بيرجع لعدة أسباب. هنبدأها إن كان في عناصر غير عربية، يعني ما كانش من أصل عربي، يعني كانوا أجانب زي الفرس والأتراك، دول دخلوا وسيطروا على نظم الجيش والإدارة بالدولة. طب هم دخلوا هنا ليه؟ أو دخلوا في نظم الجيش والإدارة ليه؟ ده لأن أصلا الخلفاء كانوا بيستعينوا بيهم في الحكم أو في نظم الجيش والإدارة بالأخص. فهنا أول سبب من أسباب ضعف وسقوط الدولة العباسية هو سيطرة العناصر الغير عربية مثل الفرس والأتراك على نظم الجيش والإدارة بالدولة بسبب كثرة استعانة الخلفاء. وتاني سبب أدى إلى ضعف وسقوط الدولة العباسية، بما إنها دولة عباسية طبعا مساحتها كبيرة جدا، فده لفت أنظار الأطماع من حواليها. فده هنا تاني سبب من أسباب ضعف الدولة العباسية هو زيادة الأطماع في الدولة العباسية لاتساع رقعتها. ثالث سبب وهو الصراع بين أبناء البيت العباسي على الحكم، بما أن طبعا كان بيتم تولية العهد أو بيعهدوا العهد الخلافة من بعدهم إلى أكتر من واحد من نفس البيت، فده كان بيؤدي إلى الصراع بين أبناء البيت العباسي على الحكم. ثالث سبب هو الصراع بين أبناء البيت العباسي على الحكم بسبب تولية العهد لأكثر من واحد. ورابع سبب طبعا تولى الحكم في الأخير أو في آخر عهد الدولة العباسية خلفاء ضعفاء، وخاصة في العصر العباسي الثاني. وزي ما ذكرنا في الجزء الأول من الدرس سنة تانية أن العصر العباسي الثاني كنا مميزينه أو كانوا المؤرخون بيطلقوا عليه هو عصر الضعف والانهيار، وبالتأكيد هو اللي أدى إلى سقوط وانتهى الدولة العباسية. اللي احنا ذكرناه ده سنة تانية كان أدى إلى أن الدولة العباسية أصبحت ضعيفة جدا، وبالتالي كانت فريسة سهلة على يد المغول اللي هم انطمعوا في الدولة العباسية وأتوا لاحتلالها. كان في عام 656 هجرية 1258 ميلادية. وبالنسبة للخلافة العباسية هي كده انتهت، ولكن كان تم إحياء جزء بسيط منها في مصر على يد الظاهر بيبرس. الكلام ده كان في 659 هجرية 1261، يعني إحياء الخلافة العباسية ولكن جزء بس بسيط في مصر بس، وكان الكلام ده على يد مين؟ الظاهر بيبرس. ولكن للأسف استمرت اسما وليس فعلا لحتى أصبحت مصر ولاية عثمانية عام 923 هجرية 1517 ميلادية. الفيلم هنا السنة تانية هو يتمثل العامل الحاسم في سقوط الدولة العباسية هو ايه؟ هل هو هجمات المغول ولا الحملات الصليبية ولا الثورات الداخلية ولا الخلاف بين الأمراء؟ طبعا هو ايه؟ الحاسم اللي أنهى نهائي على الدولة العباسية هو طبعا برافو عليكم هو هجمات المغول.